السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مستر عبد الله عادل، والنهارده ان شاء الله اول حلقة من كورس الترجمة اللي هنبتديه في الصيف، من النهارده ان شاء الله ولحد اخر الصيف. وان شاء الله الكورس ده هيبقى في كل جوانب الانجليش، استماع بقى وكتابة وقراءة. والنهارده ان شاء الله نبتدي بالترجمة. بس قبل ما نبتدي عايزكم تصلوا على النبي ومن غير كلام كتير، يلا نبتدي الكورس بتاعنا. طيب تعالوا نبتدي على طول نقرا القطعة كده مرة بسرعة. بيقول لك هنا ايه: mother is giving love and tenderness. اقرا معايا، حاول تقرا معايا. Each of us remembers the great role his mother has played in making him a successful person. She spent the night working at our leisure, taking care of the patient and suffering the pain, preparing the different types of food so that each of us eats the food he loves, cleaning our clothes to be in the most beautiful image, and cleaning the house to make us feel comfortable. The mother is the first teacher responsible for education, teaching good customs and traditions. The child learns good behavior from his mother. She teaches him honesty, respecting others, helping the poor, and other good behaviors. Therefore, every son must obey and respect his mother. طيب تعالى بقى نمسح الكلام ده كله. يلا ناخد حتة حتة ونترجم جزء جزء. يلا بينا نجيب القلم أحمر. ماشي. بيقول لك هنا إيه: mother is giving. mother is إيه؟ giving. هنجيب كلمة giving دي هنا نقطة يعني. giving هنا هنلاحظ إن هي بتزود لها ing، وأصلها كلمة give. طيب give معناها إيه يا مستر؟ يعطي. طب لما نزودها ing يبقى معناها العطاء. يبقى giving العطاء، يبقى الأم هي الإيه؟ العطاء. love الحب and tenderness. كلمة tenderness معناها إيه؟ معناها الحنان. tenderness معناها الإيه؟ الحنان. تعالوا نكمل بس ننسى دول الأول. each of us كل واحد مننا remembers بيفتكر the great role معناها ايه؟ الدور العظيم. الدور الايه؟ العظيم. دول كده ثانية. الدور الايه؟ العظيم. his mother والدته او مامته has played يعني لعبته في ايه بقى؟ in making كلمة making زي كلمة giving، برضو متزود لها ايه؟ ing. اصلها make. طب make معناها ايه؟ يصنع. طب لما زودنا لها ing معناها الصناعة، يعني تحولت من فعل لنون لاسم. making him a successful. كلمة successful معناها ناجح. معناها ايه؟ ناجح. successful person. هي spent the night معناها تقضي الليل. تقضي الايه؟ الليل. night معناها الليل. بتعمل ايه بقى؟ working بتعمل at our leisure. بتعمل على ايه؟ بتعمل على راحتنا، يعني هي بتشتغل طول الليل عشان ايه؟ عشان راحتنا احنا. كمل. taking care تعتني. taking care معناها يعتني of the patient. كلمة patient نفس معنى كلمة ايه؟ sick. نفس معنى كلمة sick. طب الاتنين معناهم ايه؟ الاتنين معناهم مريض. الاتنين معناهم ايه؟ مريض. تمام نكمل اهو. تعال هنعلم القلم ده. and suffering. and ايه؟ suffering. يعني ايه suffering؟ suffering معناها، استنى نطلع كده ثانية. suffering معناها ايه؟ يعاني. بتعاني من الايه؟ the pain معناه ألم. تعاني من الايه؟ الألم. بتعمل ايه بقى الأم؟ preparing the different types of food. preparing معناها تجهز the different types أنواع مختلفة. طب أنواع مختلفة من الايه؟ من الفود، من الطعام. so ولذلك that each of us كل واحد مننا eat the food. eat the ايه؟ the food بيأكل الطعام. يأكل الطعام ايه؟ he loves الطعام اللي بيحبه. cleaning our clothes بتنظف هدومنا. طب بتنظف هدومنا ليه؟
to be in the most beautiful image. To be in the most beautiful beautiful image. طيب to be in the most beautiful image ده expression كده على بعضه معناها في أبهى صورة. في أبهى صورة. to be in the most beautiful image. and cleaning the house. وبتنضف بتنضف البيت. to make us feel comfortable. كلمة comfortable معناها مرتاح عشان تخلينا مرتاحين. the mother الأم is the first teacher اللي هو المدرس. أول مدرس. responsible معناها مسؤول. أول مدرس مسؤول. المدرس بيبقى مسؤول عن بيبقى مسؤول عن التعليم اللي هي كلمة عندنا هنا كلمة education. teaching good customs بتعلمك بتعلمك أخلاقيات كويسة and traditions. كلمة traditions معناها تقاليد. بتعلمك عادات وتقاليد جيدة. the child نفس الكلمة بالظبط. ثانية واحدة مش هتقول child بتساوي kid. يعني الاتنين دول معناهم واحد. طب الاتنين معناهم الاتنين معناهم طفل. the child الطفل learns good behavior. good behavior. كلمة behavior دي معناها تصرفات. بتعلمه تصرفات كويسة from his mother. أكيد كل ده مين اللي بتعلمه؟ مامته. she teaches him honesty. she teaches him honesty معناها الصدق يعني والأمان. respecting others. وإيه تاني؟ respecting others احترام الآخرين. helping the poor. poor اللي هم مين؟ poor اللي هم الفقراء. poor اللي هم الفقراء. فين؟ and other good behaviors. وصفات تانية أو أخلاقيات تانية كويس. therefore معناها ولذلك. every son son هنا معناها ابن. كل ابن ماله must يجب عليه. obey يعني يطيع. يجب عليه إن هو يطيع and respect his mother. يطيع ويحترم مين؟ يحترم والدته. وبس كده يا شباب، ده كل اللي هنقوله النهارده. دي كانت اول قطعه عندنا في الكورس، دي اول قطعه من قطع الترجمه والحمد لله خلصناها. انا عارف ان هي قطعه سهله وبسيطه مش محتاجه تعقيد يعني، بس ان شاء الله في الحلقات الجايه والحصص الجايه هتلاقي ان القطع مستواها بدا يعلى عشان حتى مستواك يتطور. احنا بدأنا حاجه بسيطه النهارده، ولكن ان شاء الله بعد كده هتلاقي الدنيا كلها بتتطور. وبس كده كل اللي نقوله النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وكومنت كده حلو زيك. ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.